إلى بورسعيد، حيث تقدمت لجنة الدفاع عن حقوق شهداء الثورة بتظلم إلى المحامي العام احتجاجا على عدم تضمين أسماء 8 شهداء في قرار إحالة مدير أمن بورسعيد و3 من القيادات الأمنية بالمدينة إلى محكمة الجنايات الذي صدر قبل أسبوعين. ومن جهة أخرى أصدر المحافظ اللواء أحمد عبد الله قرارا بصرف تعويض مالي لكل أسرة تمت إزالة عشتها السكنية بمنطقة زرزارة العشوائية عن طريق الخطأ أثناء عملية هدم العشش. ومن بورسعيد معنا أحمد الجمال. أحمد، بداية هل هناك تفسير لعدم ضم أسماء هؤلاء الشهداء؟ نعم سوزان، تقدمت لجنة الدفاع عن حقوق الشهداء شهداء الثورة ببورسعيد بتظلم إلى المحامي العام بسبب عدم تضمين 8 شهداء في قرار إحالة مدير أمن بورسعيد و3 قيادات أمنية بالمدينة إلى محكمة الجنايات، وأن القرار ضم 3 شهداء فقط هم الذين استشهدوا أمام قسم شرطة العرب يوم 28 يناير. نعم، طب هل هناك أي ردود فعل من النيابة على هذه المعلومات؟ نعم، أسر الشهداء تجمعوا في مكتب لجنة الدفاع عن أسر الشهداء وطلبوا بضرورة تضمين ذويهم في قرار الإحالة المذكور، مؤكدين أنهم لن يتركوا حقوقهم أو الذي تسبب في قتل أقاربهم إلا أمام عدالة القضاء. وكان من المعروف أن المستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد قد أصدر منذ أكثر من أسبوعين أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات لكل من ضباط الشرطة، مدير أمن بورسعيد و3 قيادات من قوات الأمن وإدارة التدريب ببورسعيد. نعم، انتقل معك أحمد إلى خبر صرف تعويضات لأهالي زرزارة، كيف تمت إزالة تلك العشش؟ نعم سوزان، أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد قرارا بصرف 1000 جنيه لكل أسرة تمت إزالة عشتها السكنية بمنطقة زرزارة عن طريق الخطأ أثناء عمليات الهدم وتدفين غالبية أهالي المنطقة. وقال المحافظ أن 60 أسرة فقط هم الذين أضيروا من عمليات الهدم، ولكن لم تصبهم القرعة في الدفعة الأولى للتسكين، وصرف لكل أسرة 1000 جنيه تعويضا عن الهدم على أن ينتظروا في نفس المنطقة للانتهاء من بناء مساكن حكومية لهم بعد حصرهم جميعا وتسلمهم إحضارات للسكن الجديد. وأشار أثناء لقائه الدوري بمجموعة من نشطاء بورسعيد السياسيين مساء أمس إلى أن المدينة ستعلن خالية من العشوائيات منتصف 2012 بعد بناء 3574 وحدة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تتضمن بناء أكثر من 8000 وحدة حكومية بالتعاون مع وزارة الإسكان ومشروعها القومي ووزارة الأوقاف. جاءنا أيضا خبر هام أنه رفض المحامي العام لنيابات بورسعيد أو أرفق المحامي العام توصية بإحالة بلاغ مقدم ضد محافظ بورسعيد السابق ورئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وأمين الحزب الوطني المنحل إلى المحكمة العسكرية. المحامي العام أوصى بذلك، ولكن المحامي الحقوقي هاني الجبالي وأحد أعضاء لجنة الدفاع عن أسر الشهداء أبدى دهشته من القرار الذي وصفه بالغريب، معربا عن شكه على حد وصفه في استكمال القضية بشكل يؤدي إلى محاكمة كل من ثبت فساده بالمستندات الرسمية. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد.